أو فيروس الغدة النكافية الذي يصيب الغدة النكافية ومضاعفات هذا المرض، وهل بالفعل حالة القلق أو الذعر اللي بتصيب أي أسرة فيها طفل مصاب بهذا الفيروس يعني هذه الحالة في محلها ولا لا؟ هنعرف من خلال لقائنا مع دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. أهلا بحضرتك دكتور مجدي. أهلا بيك وبالسادة المستمعين. طيب دكتور مجدي، لو بداية يعني تشرح لنا يعني هذه الغدة تأثيرها على الأطفال، خاصة إن احنا في موسم المدارس. هو يعني الأخبار عندنا بتقول إنه في الشرقية وفي الزقازيق وغيره. طب بس حضرتك بس أنا عايز الناس ما تخافش، لأن حتى أمريكا نفسها فيها حالات. نمرة واحد دكتور بس الأول الغدة النكافية موجودة فين؟ يعني عشان موجودة في الوجه، على الخدين، على الناحيتين، تحت الأذن وراها كده شوية، وأما بتورم بتروح رافعة حلمة الأذن، وبتورم ممكن يجي لها التهابات كتيرة من ضمنها فيروس الغدة النكافية الشهير. البعض بيربطوا بحاجات تانية وعشان كده البعض الخايف. احنا بس عايزين نطمن الناس، نقول لهم انت حتى لو حضرتك بتقول 49 حاله دلوقتي في 3 محافظات مفيش مانع، ولكن انت عندك كام الفئه المستهدفه كام؟ يعني الفيروس ده بيصيب كام من كام؟ 79 حاله من 18 مليون طالب. اعتقد النسبه تافهه جدا جدا جدا. هو امتى الفيروس بينشط؟ يعني ايه البيئه اللي بتجعل هذا الفيروس يظهر؟ طبعا الفتره دي مع الخريف والشتاء دي يبتدي يظهر شويه، يتكاثر ويبتدي يصيب الاطفال. في عوامل مساعده لازم نعرفها كلنا عشان نقلل من انتشار العدوى. نمره واحد اللي هو سوء التهويه. يبقى لازم دلوقتي يفتحوا الفصول، مش يقول لك بقى الدنيا برد وما اعرفش ايه والكلام ده، يوزعوا، حتى يعملوا فترتين في المدرسه مفيش مانع، في البيت نفس الشيء، التهويه الجيده. نمره اثنين لازم نعرف طرق العدوى. طرق العدوى هي بتيجي عن طريق رذاذ، يعني واحد بيعطس يطلع حوالي 50,000 قطيره تنتشر في زي فيروس الانفلونزا كده، زيها عطس. انا دلوقتي واحد عطس قدامي، لو انا عندي استعداد ومناعتي وحشه اروح ناقل العدوى اليا، ولكن انا لو مناعتي جيده مش هيحصل لي حاجه. لو انا هو عطس وعلمته اتيكيت العطس، اتيكيت العطس ده هيبقى محور الندوه القادمه ليا ان شاء الله، الحد القادم ان شاء الله، عن اللي هو التعايش السليم مع هذا الفيروس. اتيكيت العطس معناها انا دلوقتي عايز اعطس، مش هعطس انا في وشي اللي قدامي عشان اقول له يرحمكم الله والكلام ده، لا. دلوقتي انت اديني على طول، اروح انا مديله ظهري، اروح في الكورنر على قدر الامكان. لو انا اتزنقت ومش عارف اعطس في ايدي ولا حاجه، اعطس في كمي في منديل نظيف وهكذا. طب يا دكتور، يعني مش المهم، يعني طبعا البيت طبعا بيبقى على قدم وساق، او بمعنى اخر يعني بيشيل ابنائهم في عيونهم، لكن بالنسبه للمدارس يعني هيبقى قلبهم على الاولاد بقى، او يعني ياخدوا بالهم ويراعوا التهويه على قدر الامكان. في حاجه اسمها تنظيف الاسطح، بمعنى الترابيزه نفسها لازم تتمسح، بتاعت الديسك نفسه اللي قاعد عليه الطالب، لان هو هيعطس هتقع على الارض، يبقى لازم انضف الارض، انضف السطح اللي هو الترابيزه، اروح عند ايد الباب، ايد الحمام، خاصه ايد الحمام وايد الحنفيه في الحمام، يبقى عليها ميكروبات كثيره جدا. يبقى خلي بالي من الحاجات دي، لازم اعقمها باي مطهر موجود في الصيدليات. لو مسحتها عده مرات طول اليوم ان شاء الله مش هيبقى في عدوى. انا بيتهيألي يا دكتور الاولاد قبل ما يروحوا المدرسه وبعد ما يرجعوا يتعقموا، ولا ايه رايك؟ ما هو لا، ما دي حاجه ثانيه بقى هنقولها. بس خلي بالك حضرتك، انا دلوقتي انت واحد عطس قدام ابنك بعد الشر بالظبط، ابنك مثقف، فهيروح قبل ما يحط ايده على مناخيره هيغسل ايده، مش هتجيله العدوى. واحد تاني حد هيعطس هيسلم عليه، هياخد الميكروب بايده هيدخله داخل انفه كل شويه، حطه على عينه على بقه. يبقى لازم احنا نعلم اطفالنا، يا حبيبي اوعى تلمس مناخيرك او انفك او عينك خاصه خارج البيت الا لما تغسل ايدك او تهرب اي معقم معاك. ده مهم جدا، يعني احنا الحكايه سهله. طب دكتور دلوقتي في حاله اصابه، يعني اولا الاعراض بدايتها بتكون ايه، والمضاعفات التطور في الاعراض؟ هتلاقي دلوقتي ولد ابتدى عنده ارتفاع في درجه الحراره، وجهه وارم على ناحيه او ناحيتين، مش عارف يبلع، حاسس بتعب وارهاق، وابتدى مش واعي، يعني مش مركز وهكذا. في الصبح واحنا رايحين المدرسه المفروض مشرفه الباص او مشرف الفصل يوصف كل ولد او كل طالب وهو داخل، اللي يشتبه ان في عنده ورم في الخد يقول له روح عند الدكتور يشوفه، او يرجعه البيت لحد ما الطبيب يشوفه. مش هندخل الاطفال دول عشان ممكن يعملوا عدوى في الفصل. دي واحده. الحاجه الثانيه، احنا دلوقتي لو عندنا حاله لازم ياخد الاجازه كامله. في ساعات يقول لك الحراره راحت، الطفل اتحسن وعندنا امتحان، الطفل بيحب المذاكره ما بيحبش البيت، لا، هتقعد في البيت غصب عنك من اسبوعين ل3 الى 19 يوم على قدر الامكان، لحد ما اتاكد ان مفيش عدوى للاخرين، عشان ممكن يكون واحد من الاخرين دول عنده نقص مناعه وتحصل المشاكل اللي بتحصل. برضه لازم انا ااكد على دور الادويه. مش محتاجين ادويه خالص الا مخفضات الحراره بسيطه. الاسبرين ممنوع تماما، مضاد حيوي ممنوع، ملوش اي علاقه
لازم والتغذيه الجيده كمان، ان احنا هناخد سوائل دافيه ونبعد عن الأغذية الغذائية السريعة دلوقتي، ونعمل الحاجات اللي فيها شطة والليمون والبرتقال. والناس تستغرب يقول لك ازاي؟ ده البرتقال والليمون مهم جدا، انا عارف انه مهم جدا، بس دلوقتي ده هيهيج الفتحه بتاعت الغده دي في الفم، فهتلاقي الغده تورم اكتر والطفل هيبقى عنده مشاكل اكتر. يبقى ناخد اي مصدر ثاني فيتامين سي زي الجوافه زي الكيوي زي البروكلي الفلفل، ولكن البرتقال والليمون دلوقتي لا. يعني كل الناس بتقول فيتامين سي، فطبعا في الليمون والبرتقال وكده. انا موافق بس في الحالات دي لا. في الحالات دي الغده بتهيج بتورم اكتر، احنا احتاط. ولازم نعرف ان مضاد الحيوي البكتيريا، ودي مش بكتيريا، اتفقنا فيروس. ولازم نعرف برضه ان الحكايه سهله، وان شاء الله سيشفينا تماما بلا مضاعفات. بس لازم نحقق الراحه التامه. طيب الغده النكافيه بعد هذا الكم من الاصابات والمحافظتين او الثلاثه اللي ظهر فيهم، هل لا زالت تحت السيطره؟ طبعا بالنسبه لمدارس الاطفال. قلت لحضرتك دلوقتي احنا عندنا قلت لي النسبه تعد نسبه ضئيله جدا. ده ادفع حاجه في العالم. لكن هي تحت السيطره. 18 مليون طالب، 18 مليون طالب، وعندك دلوقتي كام حاله؟ 79. ايه يعني انا مش شايف ان في حاجه حقيقيه. وبين حضرتك حتى لو انت كنت بتعمل الاطفال تطعيمين، التطعيمين نفسهم في اعتبار 2000 تطعيم، حتى لو انت واخدهم برضه في احتمال ان ممكن يجي لك المرض. وبشكل عام شوف حضرتك، احنا برضه لازم نظره ايجابيه للعدوى. العدوى دي برضه هتدينا مناعه مدى الحياه، يبقى برضه دي مش حاجه وحشه. يعني اللي اصيب بفيروس الغده النكافيه في مرحله عمريه في مره في حياته، يعني خلاص انتهى. لو هو مناعته جيده ما تجيلوش مره ثانيه. لو مناعته جيده ان شاء الله. لكن ممكن تصيب الكبار زي الصغيرين اللي ما جالوش. الناس عندها نقص مناعه شديد ممكن. في ناس ما تطعمش، في ناس كانت مسافره خارج اي دوله في العالم ما تطعمش، اتحرم من التطعيم، فاديته الفرصه لن يحترم التطعيم ممكن. دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، احنا بنشكر حضرتك، نتمنى الصحة والسلامة لكل أبنائنا، ويعني نتمنى كمان لكل الآباء والأمهات ان هم يراعوا الظروف الصحية السليمة في التعامل مع الأبناء، وأيضا يعني توعيتهم.